فجاه وانت قاعد في امان الله كده تلاقي سامسونج اعلنت عن 3 موبايلات مره واحده، ال3 موبايلات اللي دايما تنزلهم كل سنه، موبايلات من فئه الايه الاكثر شهرا والاكثر نجاحا عند سامسونج عموما، من الرخيص للغالي كده الاي 26 الاي 36 اخيرا الاي 56. هقول لك اكيد على كل حاجه تخص الموبايلات دي، المميزات والابجريدز اللي حصلت مقارنه بالاجيال السابقه، وهقول لك على سعرهم اكيد كل حاجه يا معلم. فكالعاده ما تنساش تصلي على النبي اهم حاجه، ولايك سبسكرايب وكومنت حلو من غير كلام كتير كده. يلا بينا نبدا. اول حاجه بسيطه جدا انها اتغيرت في سلسله الايه الجديده هو الديزاين يا جماعه، وده مبدئيا هينطبق على ال3 موبايلات، وهو ان اخيرا الديزاين بقى مختلف عن اي سلسله نزلت قبل كده من سامسونج في فئه الايه. انت اكيد شايف دلوقتي ان الاختلاف طفيف جدا، وانا اكيد مقتنع بحاجه زي كده، مفيش ابتكار بشكل كبير بمعنى اخر، بس دي سامسونج يا جماعه، وكويس انها خدت خطوه في الحته دي بالفعل. انا مبسوط جدا بيها. الموبايلات الرائده بتنزل لسه بنفس الديزاين ده بنفس كل حاجه، الفروقات ما بين الاجيال مش واضحه تماما. اقرب مثال اللي انا بكلمك فيه ده مثلا الاي 15 اللي سعره حاليا ما يتخطاش ال 7000 جنيه تقريبا، من حيث الديزاين زيه زي الاس 25 الترا الموبايل اللي معدي ال 40000 جنيه دلوقتي تقريبا، غير ان الديزاين القديم ده طول معانا لسنوات طويله جدا. فانا مبسوط الحقيقه بالخطوه دي. خلينا نبدا كلامنا كده بالبيزك بتاع السلسله دي الاي 26، واللي حصل فيها ابجريدز مميزه جدا عن الجيل اللي فات، اللي هو انت حرفيا تقول انا عايز الموبايل ده، ولكن في بعض الحاجات برضو اللي ممكن تقفلك منها. خلينا نخش في الموضوع واكلمك عن اول اختلاف حصل في الموبايل ده او اول ابجريد. يعني اخيرا الخامات هنا بقت من الازاز عكس الاي 25 اللي كان جاي من البلاستيك بالكامل، وده ناتج عنه اكيد ماسكه في الايد افضل، بمعنى اخر بريميوم اكتر، واكيد هنشوف ده لما نمسك الموبايل. ولكن يا معلم للاسف طبعا دي سامسونج، فانت اتاكد انك مش هتاخد كل حاجه. طب انت قصدك ايه يا معلم؟ هقول لك والله يا معلم الحواف للاسف من البلاستيك، فاكيد طبعا هيكون متعرض للخرابيش وبتاع. لو انت مثلا حاطط الموبايل في جيبك وجيبك فيه كوين او مفتاح او غيره من الحاجات دي، الحواف هتتجرح عادي بكل سهوله. واخيرا جاي عليه طبقه حمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس، وخلي بالك دي هتكون نفس الحمايه اللي هتكون موجوده في الموبايلات الرائده من السلسله دي، كون ان هو يكون ارخص موبايل فيهم وبيدعم حاجه زي كده حاجه كويسه جدا. كمان الاي 26 هنا هيجي بمعيار امان اي بي 67، ستيل مش اقوى معيار، ولكن بالنسبه لفئته السعريه او بالنسبه لسعره فدي اكيد اضافه بتنزل الموبايل ده عن اي موبايل موجود في الفئه السعريه دي. اعتقد هيكون ارخص موبايل بيقدم الاضافه دي. سامسونج دايما تميز موبايلاتها بالحته دي. طيب بالنسبه لشاشته بقى يا معلم، اقل ما يقال عنها زفت. اليو نوتش يا جماعه للاسف لسه مكمله معايا، مش ثقب زي اي موبايل عادي مثلا ب 7000 جنيه ولا حاجه. طبعا ده مش معناه تماما ان الموبايل هينزل في رينج ال 7000 جنيه مثلا، ما فيش الكلام ده، لا انا قصدي ان في موبايلات ب 7000 جنيه حرفيا بتقدم الثقب عادي. مش عارف ليه فعلا سامسونج لسه بتنزل الحوار ده في موبايلات، بس طبعا دي سامسونج وده موبايل من موبايلاتها، فتوقع عدد ديزاين شاشه بالشكل ده. واخيرا البيزلز طبعا اللي اخر حاجه هنتكلم فيها، هي اكبر من حياتي طبعا، مش احسن استغلال حواف شاشه انت ممكن تشوفها عموما، ولكن هي كتجربه فعليه يا معلم فدي سامسونج وده تخصص من تخصصاتها، فاهم؟ الديسبلاي هنا سوبر اموليد وجايب فريش ريت 120 هرتز، الشاشه طبعا هتكون الوانها كويسه جدا، ولكن البرايتنس او عدد النتس هنا مش هتلاقي اعلى حاجه. سامسونج في الاي 26 هنا استخدمت معالج من نوع اكزينوس، وهو الاكزينوس 1380، المعالج اللي كان موجود في الاي 35 الجيل القديم من الاي 36. المعالج ده اكيد اقوى من اللي كان موجود في الاي 25 الجيل القديم من الموبايل ده، زي ما قلت لك في بدايه كلامي ان المعالج ده كان موجود في الاي 35، والاي 35 دلوقتي تقريبا معدل 16000 جنيه، فده بيوحي ان الموبايل هيكون سعره غالي نسبيا. طبعا هيكون اداء كويس جدا وهيكون منافس قوي فعليا في وسط المنافسين مع سوفت وير سامسونج بقى، فاهم؟ اندرويد 15 اللي هينزل بيه الموبايل ده، الدنيا يعني هتبقى سموث جدا. حاجه كمان بتميز الموبايل ده وبتميز موبايلات سامسونج عموما، وهي ابديتس الاندرويد اللي هتوصل معاك ل6 سنين، يعني اللي هو انت مش بتاخد موبايل سنه سنتين ويكون اتنسى من الشركه، لا، وده كده هيفيدك لو انت من الناس اللي بتحتفظ بالموبايل لسنوات طويله من الاستخدام. ومعظم الشركات خلي بالك بقت تضيف الحته دي، يعني مش بس سامسونج دلوقتي، الشركات الصينيه دلوقتي بقت تقدم الدعم ده. سيستم الكاميرات في الموبايل ده تقريبا نفس سيستم الكاميرات اللي كان موجود السنه اللي فاتت، 50 ميجا بكسل كاميرا خلفيه، وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل ماكرو، واخيرا السيلفي 13 ميجا بكسل، مفيش تليفوتو طبعا. طبعا محمد انت في بدايه كلامك قلت حاجات متخلفه ضافتها سامسونج في الموبايلات دي وبتاع، اعتقد لحد دلوقتي الدنيا فعلا ماشيه تمام، كلها مميزات تقريبا. ايه بقى الحاجات المتخلفه اللي بتضيفها سامسونج حتى الان في موبايلاتها؟ هقول لك انا سرعه الشحن، انا اسف بطء الشحن، ما ينفعش فعلا يتقال على سرعه شحن. اختصارا لكلام كتير قوي انا عايز اقوله في الحته دي، بس للاسف يا جماعه الاي 26 هنا جاي 25 واط، في موبايلات عادي سعرها لا يتخطى 7000 جنيه وبتقدم سرعه شحن بتوصل ل 33 واط وحاجات اقوى من كده، وانا هنا بتكلم على الموبايلات الاقتصاديه، فاهم؟ اللي هي سعرها لا يتخطى 7000 جنيه دي، وانت هنا يا معلم بتتكلم في موبايل سعره 300 دولار ونازل بالسرعه دي، في الغالب الموبايل ده يكون سعره 300 دولار فعلا، فرقم صغير جدا على سعر الموبايل ده. المهم مفيش اي تطورات حصلت في جانب البطاريات،
بالظبط، البطاريات لسه زي ما هي 5000 ملي امبير، وان انا قصدي فعلا كل الموبايلات نازله بسبب بطاريه 5000 ملي امبير كرقم، فهو كويس الحقيقه. وده ما يمنعش تماما ان احنا كنا مستنيين ابجريد في الجانب ده، يعني 100 ملي امبير او 200 ملي امبير، الحاجات اللي احنا متعودين عليها من الشركات الصينيه دي. الكلام ده طبعا مش موجود هنا للاسف. ممكن بقى السوفت وير او المعالج، العوامل دي بشكل كبير اكيد بتساعد على تجربه البطاريه، ويكون داعم لكارت ميموري عادي عكس الاي 36 والاي 56 كمان، ولكن غير داعم لتقنيه الاي سيم او الشريحه الالكترونيه، داعم فقط لشريحتين اتصال فيزيكال وليس اي سيم للاسف. وهيجيب نوع سماعات مونو معلم مش ستيريو للاسف، وده شيء محبط جدا، يعني شيء مش مقبول تماما. انت بتتكلم في موبايل ب $300 ولا حاجه، التجربه مش هتبقى امثل حاجه طبعا بالنسبه او مقارنه بالمنافسين اللي موجودين في نفس الفئه السعريه دي. اعتقد مش هتكون امثل صفقه الحقيقه، يعني شايفها مش ناجحه بالقدر الكافي اللي يخلينا نتجه لها، وده كان رايي لحد دلوقتي في الاي 26 كارقام على الورق. طيب بالنسبه للاي 36 الموبايل اللي هو فوق الاي 26 اللي ممكن تزود كام الف كده وتجيبه، وفي نفس الوقت اقل من الاي 56. المهم خلينا ندخل في الموضوع على طول. اقول لك اول حاجه قفلتني من الموبايل ده، حواف الموبايل من البلاستيك عادي، فاهم؟ زي اخو الاي 26 اللي لسه مخلصين كلامنا عليه ده، فبرضه نفس الحوار هيكون متعرض لاي حاجه ممكن توصله لخرابيش او تجريح او الكلام ده. والظهر طبعا من الازاز، نفس طبقه الحمايه اللي موجوده في الاي 26، مفيش حمايه اقوى من كده هنا، ونفس الديزاين اللي هيجي بالاي 26 مفيش اي اختلاف، برضه ضد الميه بنفس معيار الامان. حجم الشاشه هيكون 6.7، وطبعا جايب هول بانش الديزاين الجديد بنفس البيزلز او الحواف اللي موجوده في الاي 35 الجيل اللي فات. اعتقد مفيش فرق ما بينهم. جايب فريش ريت 120 هرتز، ومستوى هنا بيوصل ل 1900 نتس، وده خلي بالك ابجريد. الجيل اللي فات من الموبايل ده تقريبا كان بيقدم 1080 نتس بس. في النهايه هتقول لي ده برده مش اقوى حاجه، في موبايلات تانية كتير بتقدم 3000 نتس وارقام مرعبه فعلا. بس خليني اقول لك ان الاي 35 الجيل اللي فات من الموبايل ده اللي هو نزل السنه اللي فاتت، الموبايل ده فعليا كان عدد النتس مش اقوى عدد او مش اقوى رقم، ولكن كتجربه فعليه فهو كان الاقوى فعليا. سامسونج فعليا مميزه جدا في الحته دي، وفي الاول وفي الاخر دي برده مجرد ارقام، اللي يهمنا طبعا التجربه الفعليه. بالنسبه للمعالج فسامسونج استخدمت معالج من كوالكوم هو السناب دراجون 6 جين 3، معالج كويس وكل حاجه ومقبول فعليا، ولكن لو هتقارن الموضوع ده او المعالج تحديدا بالسعر فمش مقبول تماما. سعر الموبايل غالبا هيكون $400. في الفئه السعريه دي هنلاقي اكتر من موبايل بيقدموا معالج اقوى من كده، فزي ما قلت لك سعر الموبايل هيكون $400، كان يستحسن اكيد ان يجي بمعالج اقوى من كده. بالنسبه لسيستم الكاميرات فهو برده بتاع السنه اللي فاتت يا معلم، مفيش اي اختلاف. كاميرا السيلفي هنا 12 ميجا بكسل يا معلم، بسنسور مختلف واحدث من الجيل اللي فات. بفضل السنسور الجديد ده اكيد هتاخد تجربه مختلفه تماما عن الجيل اللي فات، ولكن كتفاصيل ممكن تقل شويه عن الجيل اللي فات طبعا، وده بحكم الميجا بكسل اللي بتقدمها كاميرا الموبايل هنا. حصل داون جريد هنا في عدد الميجا بكسل بتاعت الكاميرا هنا، ولكن زي ما قلت لك التجربه فعليا هتكون مميزه هنا مقارنه بالجيل اللي فات. حته او في كاميرا السيلفي 50 ميجا بكسل كاميرا اساسيه، الترا وايد 8 ميجا بكسل، وماكرو 5 ميجا بكسل، واعتقد هنشوف تحسن ونتائج افضل بفضل تطويرات السوفت وير والكلام ده بعيدا عن الارقام تماما. التجربه الفعليه بتختلف كتير عن الارقام فعليا. ما تضافش برده للاسف كاميرا تيليفوتو في الاي 36 ولا حتى الاي 56 كاميرا مخصصه للبورتريه، مش هتلاقيها في السلسله دي عموما. الموبايل هنا داعم لتقنيه الاي سيم عادي او الشريحه الالكترونيه، وداعم لشريحتين فيزيكال عادي. الاي 36 هنا والاي 56 برده غير داعمين لكارت ميموري، ما ينفعش تركب كارت ميموري كاضافه. الموبايل هنا كمان جايب بنوع سماعات ستيريو سبيكرز، هتاخد تجربه ستيل مميزه. واخيرا يا جماعه سرعه الشحن عليت، انا كنت فقدت الامل قسما بالله. سرعه الشحن هنا بقت 45 واط، احنا مش متعودين على الارقام دي من سامسونج يا جماعه. يعني 25 واط دي انت بتتكلم في موبايل هتسيبه يشحن في ساعات، مش مجرد دقايق مثلا معدوده زي اي موبايل. برده داخل الاطار ده هتلاقي برده حاجه تقفلك، وحقك عليا مبدئيا ان مفيش حاجه بتكمل، يعني اللي هو انا بديك الحلو وفي ظهر الوحش على طول، فحقك عليا انا لازم اقول لك على كل حاجه، ده اللي انت متعود عليه مني. المهم يا معلم راس الشاحن ستيل مش جاي في علبه الموبايل، فهيكون في مصاريف اضافيه تاني على سعر الموبايل ده، مش بس الحكايه تتوقف على سعر الموبايل بس، وده برده مش موجود في الاي 26 ولا الاي 56. الموبايلات دي جايه من غير اي حاجه تماما، العلبه هتكون فاضيه حرفيا. طيب نيجي بقى للكود بتاع الليل. الاي 56 حواف طبعا من المعدن وظهر من الازاز، ماسكه هتكون بريميوم اكتر، نفس الديزاين عموما بتاع الاي 36، ولكن كحواف هو بشكل نسبي اقل منه. بس في حاجه انا مش قادر اتقبلها هنا الحقيقه، وهو معيار الامان. معيار الامان هنا اي بي 67. فالسؤال هنا ليه سامسونج ما قدمتش معيار اقوى من كده بحيث ان هو ينافس على الاقل الموبايلات اللي في سعر؟ وبالنسبه لسعره او لو هتقارن الموضوع ده بالسعر اللي جايب الموبايل فهو اصلا مش معيار. فيها معلم موبايلات بتقدم 68 و69 كمعيار امان مع بعض، الموبايلات دي عادي بنفس السعر. بجد حاجه متخلفه من سامسونج ومش عارف حصلت ازاي، لان سعره هيكون حوالي $500 وده رقم مش قليل اطلاقا. المهم بالنسبه للمعالج فهو جايب الاكزينوس 1580 4 نانومتر. اخيرا الاي 36 زي ما قلت لك اعتقد الصفقه اللي هتكون مثاليه في السلسله دي. وبس كده، لايك سبسكرايب كومنت حلو. لو لسه ما عملتش حاجه من الحاجات دي انزل اكتب لي تحت في الكومنتات رايك في السلسله دي وانهي موبايل عجبك فيهم، رايك مهم جدا بالنسبه لي. اشوفك تحت في الكومنتات، سلام.